السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعل الايام كلها اعياد وخير وسعادة وهنا عليكم يا رب. بصوا بقى، انا الوصفة بتاعتي النهاردة حاجة بسيطة خالص، تافهة جدا، بس انا بصراحة قلت اشارككم معايا فيها. انا قلت هعمل الحنة في البيت. انا على فكرة مش هطلع لكم الوصفة غير لما اكون جربتها، وانا جربتها كذا مرة بصراحة وكانت تحفة وجميلة جدا. يعني انا هوريكم دلوقتي انا بعمل الحنه ديت علشان فروه الراس لما بيكون عندك صداع، لما بتكون الشعر بتاعك مهلك، لما بتكون عندك كام شعره بيضه، مش عارفه ايه الحاجات دي، فكل ده بيروح تمام. وبتخلي لك لون الشعر موحد، تحفه تحفه تحفه، بيديله لون اصفر قوي كده، بيبقى تحفه جميل جدا. اللمعان، اللون البني اللي مدي على اصفر بلمعان جميل جدا. عامه اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه، ويلا بينا اقول لكم على المقادير. اول حاجه هنا عندي عودين قرنفل اهو، كام واحد؟ عندي كركديه، عندي كزبره ناشفه. كزبره ناشفه ديت يا جماعه بتساعد ان الشعر يبقى قوي، بتخلي فروه الراس ما بيبقاش عندك صداع، بتخلي وجع الفروه بتاعت الراس مش موجود اصلا. تمام، انا جربتها كذا مره وفعلا كانت تحفه 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 تحفه. تمام، يبقى انا كده عندي قرنفل، كزبره ناشفه، وكركديه. تمام كده، نحطهم هنا في اي حاجه عندك قديمه حطي فيها. تمام تمام. بصوا بقى كمان هنحط ايه. هنحط نص معلقه شاي. تمام كده. ده بن شويه فايضين عندي اهو، معلقه بن. تمام، ولو عايزه تحطي اكتر حطي، انا عن نفسي هم دول الموجودين، وعندي شويه صغيرين اهم فايضين في البرطمان يعني، فانا هحطهم هم كمان عشان انا ما عنديش غيرهم اصلا يعني، فهم حبه صغيره قوي. تمام، هتضيفي عليهم ميه سخنه، عايزه ميه بارده براحتك، بس الميه السخنه هتساعد في تنديل كل الالوان اللي في الكزبره، اللي في الكركديه، كل الالوان اللي هي في الكركديه والكزبره والقرنفل والحاجات دي كلها هتساعد ان هي تمتص كل الزيوت اللي فيها وكل الالوان والحاجات دي كلها بسرعه. تمام، وهتولعي عليها على نار هاديه خالص. هسيبيها بقى تغلي براحتها من 3 ل 4 دقايق كده على نار وانت موطيه عليها، وهتديكي نتيجه تحفه. بصي احنا لسه اساسا ما حطيناهاش على النار واللون ابتدى يطلع اهو. بصوا بقى لون الحنه، انا بحب اجيبها سايبه من عند العطار، غير الكيس الصغير مش بتبقى حلوه خالص، وانا جربتها كتير على فكره، دي مش اول مره. انا بجيب الحنه من عند عطار مضمون، يعني انا بجيبه من عطار اسمه نزيف العتبه، بتبقى حاجته تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم الوصفه باذن الله. طبعا الطبق اهو، انا مش هحتاج الفرشه دي اصلا لان انا مش بعمل بالفرشه، انا باخد بلبس كلافز تمام في ايدي، جوانتي ولا حاجه، وبقوم موزعاه في الشعر زي ما انا عايزه. ادي بصوا شايفين لون الحنه عامل ازاي، حلو قوي. والا بقى لو عندك حنه سعودي هتبقى تحفه تحفه تحفه. انا كان عندي حنه سعودي قبل كده جربتها وكانت جميله جدا. هتحطي بقى على حسب ما انت حابه الايه الكميه اللي شعرك يعني. تمام، دول انا عامه كفايه هم ان انا هخمرهم. شايفين لونها عامل ازاي، جميل جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتوا هتجربوها وهتعجبكم. اول الكركديه ما هيغلي هجيبه بقى اوريلكم وهو سخن عامه. بصوا بقى بعد الكركديه والحاجات كلها ما نزلت من على النار اهي بقت عامله ازاي، بقت جميله جدا. بس انا هسيبها شويه كده كمان لحد ما تبرد او تبقى دافيه على الاقل يعني، وعشان كمان تنزل كل الخير اللي فيها يعني، الالوان والفيتامينات وكل حاجه فيها تنزل. تمام كده. طبعا انا حبيت ان انا اصفيه لكم اهو، بصوا شايفين تقله عامل ازاي، اصفيته الاول وهنحط كده على الحنه. تمام، ونقلب كويس جدا. هي بتشرب عامه السوائل ما تقلقوش. بصوا كده بقى بعد ما قلبتها كويس وحطيت فيها السوائل. تمام،
انا كده حطيت لها السوائل لحد ما وصلت لكده، يعني مش شرط الكوبايه اللي انا حطاها، ممكن تكون اكتر شويه كمان. هتجيبي خصل الشعر وتقومي حطاها بقى ما بين خصل شعرك وما بين الفروه الراس نفسها. لما تدعكيها كويس قوي قوي كده في فروه الراس تبقى تحفه. بعد كده بقى للي عنده يعني ازمه من الريحه بتاعت الحنه، مع ان في ناس بتحب ريحتها، هوريكم حاجه هتخلي عندكم انتعاش تحفه. ده اسمه زيت نعناع، ريحته جباره، ريحته فظيعه جدا، من عند العطار. هتقولوا له انا عايزه زيت نعناع بيور خام، تمام. وانتي بس مش دلوقتي طبعا، لانك لو حطيتي زيت النعناع دلوقتي مع الحنه هيفسد مفعولها خالص. لكن هتيجي بعد ما تخلصي الحنه بتاعتك وانتي بتاخدي الشاور كده، هتقومي مع الشامبو هتقومي حاطه شويه زيت نعناع حبه صغيره، هيخلوا لك عندك انتعاش فظيع، ولا في صداع ولا في الم ولا في اي التهاب خالص في فروه الراس. واتمنى ان الوصفه تعجبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله، وكل سنه وانتم طيبين.